السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. إحياء 20 من يونيو يوم الشهداء بفخر واعتزاز. إحياء يوم الشهداء في إقليم جنوب البحر الأحمر. إحياء يوم الشهداء في إقليم القاشبركة. مقتل 34 جنديا نيجيريا في هجوم قرب الحدود مع مالي. إسبانيا ترفض زيادة الإنفاق الدفاعي المقترحة من الناتو. الصين ونيوزيلندا تبحثان تعزيز التجارة وسط توتر متصاعد في المحيط الهادئ. إلى التفاصيل. تم إحياء 20 من يونيو ذكرى الشهداء بفخر في البلاد والمهجر. وفي مدينة أسمر نظمت في الساعة 6 من صباح اليوم مسيرة من شارع الشهداء ومراسيم إحياء رسمي في مقبرة الشهداء، حيث وضع الرئيس سياس أفورقي كليل تكريما للأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن والشعب. وعقب ذلك قدمت عروض فنية تعكس مضمون ومعاني التضحية بحضور الرئيس سياس أفورقي وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة وقادة الجيش ورجال الدين والدبلوماسيين المقيمين في إريتريا وآلاف المواطنين. وفي مساء يوم 19 من يونيو أضاء الشعب الإريتري في الداخل والمهجر الشموع إحياء لذكرى شهدائه. وانطلقت في مدينة أسمر مسيرة الشموع تتقدمها فرقة المرشات الموسيقية من شارع الشهداء إلى ساحة الفاتح من سبتمبر، وتم تقديم برامج ثقافية إحياء لذكرى الشهداء. وقال حاكم الإقليم الأوسط السيد فيساهي هايلي أن تضحيات أبطال إريتريا العظماء هي إلى جانب تحقيق الاستقلال لها هدف بناء إريتريا المزدهرة المتطورة، موضحا بأن 20 من يونيو هو لتجديد العهد بالتمسك بأمانتهم وإرثهم وإضاءة الشموع. كما تم إحياء هذا اليوم بكل فخر واعتزاز في جميع أقاليم البلاد بوضع كليل الزهور على مقابر الشهداء وإضاءة الشموع وتقديم العروض الفنية. تم إحياء 20 من يونيو يوم الشهداء في إقليم جنوب البحر الأحمر بتنظيم مسيرة شموع وبرامج فنية ومساعدة أسر الشهداء. ونظمت مساء 13 من يونيو مسيرة شموع بمشاركة الشعب والجيش امتدت من شوارع عصب إلى نصب الشهداء التذكاري، تضمنته مناقشة تعكس التضحيات. وفي يوم 20 من يونيو نظمت مسيرة إلى مقبرة الشهداء التي تقع على بعد 15 كيلومتر شمال عصب، حيث تم تقديم الأغاني والقصائد والمسرحيات التي تعبر عن هدف التضحيات ومسؤولية الأمانة التي تحملها. وأوضح حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي أن هذا اليوم ليس مجرد يوم لتذكر أبطالنا الذين هم أساس وجودنا ومصدر تاريخنا وقيمنا التي نفتخر بها، بل هو أيضا يوم لتجديد التزامنا بالحفاظ على قيم شهدائنا الأبطال وتوريثها. ووضع بالمناسبة كليل الزهور تخليدا لذكرى الشهداء. في غضون ذلك تبرع جمعية سيارات الأجرة في مدينة عصب بمساعدات مالية ل10 أسر شهداء. أحيا إقليم القاشبركة يوم الشهداء بفعاليات نفير ومساعدة الشهداء وعروض فنية وغيرها لتختتم برامج إحياء ذكرى الشهداء بمسير الشموع في مقبرة الشهداء. وفي البرنامج المنظم على مستوى الإقليم وضع حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي وقائد القيادة الغربية العميد صهيب مكنن أكاليل الزهور على مقبرة الشهداء. وأضاف آلاف الشعب والجيش مساء يوم 19 من يونيو شموع إحياء لذكرى الشهداء. وقدمت فرقة سيموتي الفنية عرضا يعكس المناسبة. من ناحية ثانية تم جمع رفات شهداء حماية السيادة في مديرية شامبوكو ومواراتهم الثرى بشرف في مقبرة الشهداء في شامبوكو. حضر مراسيم الدفن التي جرت يوم 19 من يونيو حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي وقائد القيادة الغربية العميد صهيب مكنن والمسؤولين وقادة الجيش وآلاف المواطنين وأفراد الجيش.
وقال العميد صهيب مكنن في الكلمة التي ألقاها أن وضع عرفات الشهداء في مكان الشرف والمجد عشية 20 من يونيو يعطي يوم الشهداء الذي نحييه سنويا مهابة ومجد كبيرين. شهد البرنامج عروض فنية للفرقة الفنية التابعة للقيادة الغربية عكست معاني التضحيات والثمن الاستقلال. تم إحياء يوم الشهداء في الإقليمية الجنوبي وشمال البحر الأحمر بفخر من خلال إضاءة الشموع والبرامج الفنية فضلا عن المسيرات وغيرها من الفعاليات. وعلى مستوى الإقليم الجنوبي تجمع آلاف المواطنين من سكان مدينة منفرة في مقبرة الشهداء يوم 19 من يونيو مضيئين الشموع مصحوبين بعروض عسكري والورود الحمراء، وقدمت عروض فنية تمجد شهدائنا الأبطال، بينما وضع حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسواسين كليل الزهور. كما قام سكان مدينة منفرة برحلة سيرا على الأقدام اليوم 20 من يونيو إلى منطقة عدي أمانيل، وقدم شرحا للمشاركين عن العمليات البطولية التي جرت في المنطقة في فترة النضال. وشهدت مدينة مصوع برنامج إحياء يوم الشهداء في 19 من يونيو على مستوى إقليم شمال البحر الأحمر، تخللها مسيرة الشموع من سينما سقالت وحتى نصب الشهداء. وجرت صباح اليوم 20 من يونيو رحلة سيرا على الأقدام من حطملة إلى مقبرة الشهداء، حيث وضعت حاكم الإقليم السيدة أسمرة طبرها كليل الزهور، وقالت في كلماتها التي ألقتها إن أمانة الشهداء تفرض علينا مسؤولية كبيرة في العمل والضمير، ويجب علينا تجديد التزامنا بالتنمية والدفاع عن السيادة. وقدمت فرقة الراقة الفنية عروض في المناسبة. أحيا إقليم عنسبة 20 من يونيو يوم الشهداء في مدينة كران، وقد نظمت مسيرة الشموع في شوارع المدينة الرئيسية مساء 19 من يونيو. بعدها دشن حاكم الإقليم السفير عبد الله موسى نصبا تذكاريا للشهداء شيد بالقرب من مكتب إدارة إقليم عنسبة. وأوضح المدير العام لقسم الثقافة والرياضة السيد سراج حجي أن فعاليات 20 من يونيو شملت نشاطات نفير للنظافة ورعاية الأشجار في مقابر الشهداء على مستوى إدارات الضواحي والقرى والأقليم، ومثيرة سيرا على أقدام وأنشطة ثقافية وفنية. وفي صباح يوم 20 من يونيو توجه عدد كبير من سكان كرن وأفراد قوات الدفاع إلى مقبرة الشهداء سيرا على الأقدام، تتقدمهم فرقة المرشات الموسيقية. وبعد مراسيم وضع كليل الزهور وغرس شجرة الشهيد، قال السفير عبد الله موسى أن مسؤوليتنا الأخلاقية مساعدة أبناء وأسر الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل وجودنا ومستقبلنا، كما أن هذا وعد بالوفاء بإرثهم. وظلت تجرى في إقليم عنسبة أنشطة الدعم المالي والعيني لأسر الشهداء وحملات نفير في مقبرة الشهداء وزيارات المواقع التاريخية والمسيرات وغيرها من الأنشطة إحياء ليوم الشهداء. تبرع عمال المؤسسات العامة في مدينة مصوع بأكثر من 400 ألف نقفة ل 67 أسرة شهيد متواجدة في مديريات قندع وشعب وفورة ومصوع. وتبرع موظفو وزارة الثروة البحرية ومصنع سالينا للملح ل 25 أسرة، وموظفو مؤسسة الأسماك وإدارة الإقليم والمدينة ل 17 أسرة، وموظفو الكهرباء والسياحة ومصنع البلاستيك والريتيل ل 9 أسرة، وذلك بمبلغ 6000 نقفة لكل أسرة. بالإضافة إلى ذلك قدم موظفو الجوازات والجمارك وفرع الصحة في إقليم شمال البحر الأحمر وفرع العمل والضمان الاجتماعي وبرامج الادخار والقروض المصقرة وسجون وإعادة التأهيل والطيران المدني وآخرون دعما مماثلا ل 13 أسرة. كما تبرعت جمعية ملاك سيارات الأجرة في مصوع بمبلغ 12 ألف نقفة لأسرتي شهيد. وأشاد ممثل فرع العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد إسماعيل عثمان بمساهمة موظفي الحكومة والأفراد والجمعيات في دعم أسر الشهداء. وفي مديرية أفعبت قدم مبلغ 165 ألف نقفة تبرع بها موظفو الحكومة ومجموعات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة على أسر الشهداء. وفي كلمته بهذه المناسبة قال مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب أن المساعدات المالية المقدمة في شهر يونيو من كل عام إلى جانب الإعانات المنتظمة من الحكومة تلعب دورا هاما في ضمان عدم معاناة أسر الشهداء في معيشتها.
الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. قتل 34 جنديا نيجيريا في هجوم شنه مئات المسلحين على بلدة نوبانغو الواقعة في غرب النيجر قرب الحدود مع مالي، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع النيجيرية. وجاء في بيان للوزارة إذاعة التلفزيون الرسمي: شنت عصابة من مئات المرتزقة استغلوا 8 سيارات وأكثر من 200 دراجة نارية هجوما جبانا ووحشيا على بينوباغو. وفق البيان تم نشر تعزيزات في المنطقة، وأطلقت عمليات برية وجوية لتعقب منفذي هذا الهجوم. وأصبحت المنطقة معقلا لجماعة مرتبطة بالقاعدة وداعش في جنوب شرق البلاد بمحاذاة بحيرة تشاد ونيجيريا. وتواجه النيجر تمردا لجماعة بوكو حرام. أعربت إسبانيا عن رفضها زيادة الإنفاق الدفاعي المقترحة من حلف شمال الأطلسي الناتو بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع أن يتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل، ووصفتها بأنها غير منطقية. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في خطاب أرسله إلى الأمين العام لحلف الناتو إن إسبانيا لا يمكنها الالتزام بهدف إنفاق محدود فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي في قمة الناتو الأسبوع المقبل في لاهاي. يشار إلى أن معظم حلفاء الولايات المتحدة في حلف الناتو يدعمون مطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على احتياجات الدفاع. وقالت السويد وهولندا في مطلع يونيو أنهما تهدفان إلى الالتزام بالهدف الجديد. التقى الرئيس الصيني شي جي بينغ ورئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون في العاصمة بكين، إذا ناقش دور التجارة في تعميق العلاقات الثنائية. في أول زيارة رسمية له إلى الصين منذ توليه منصبه في نوفمبر من العام 2023، شدد لوكسون على أهمية الاستقرار وخفض التوترات في منطقة الهندي الهادئ، مؤكدا التزام بلاده بدعم أولويات تقودها الدول المحيط الهادئ بحسب بيان حكومي. من جانبه دعا الرئيس الصيني إلى التركيز على القواسم المشتركة والتعامل مع الخلافات بدقة واحترام. وشهدت الزيارة توقيع اتفاقيات في قطاع السفر إلى جانب تعزيز صادرات اللحوم والتعليم العالي، وهما من أبرز روافد التبادل التجاري مع الصين بعد قطاع الألبان. قالت السلطات المحلية في الصين أن الأمطار الغزيرة المستمرة أثرت في قرابة 300 ألف من سكان محافظة هواغي بمنطقة شوانجينغ في مقاطعة غواندونغ جنوبي الصين، مما أدى إلى إجلاء حوالي 70 ألف شخص إلى مناطق أكثر أمنا. وضربت الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار ويتبي الذي يعتبر هو الإعصار في العام الجهري إلى جانب منخفض جوي عالي المستوى وأمطار موسمية المنطقة. ووصل منسوب المياه في محطة هيدرولوجية على نهر هواغي إلى 55.22 مترا، تجاوز مستوى التحذير 5.22 مترا. عناوين النشرة مرة أخرى: إحياء 20 من يونيو يوم الشهداء بفخر واعتزاز. إحياء يوم الشهداء في إقليم جنوب البحر الأحمر. إحياء يوم الشهداء في إقليم القاش بركة. مقتل 34 جنديا نيجيريا في هجوم قرب الحدود مع مالي. إسبانيا ترفض زيادة الإنفاق الدفاعي المقترحة من الناتو. الصين ونيوزيلندا تبحثان تعزيز التجارة وسط توتر متصاعد في المحيط الهادئ. وصلنا إلى ختام النشرة، وفي أمان الله.